السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الشاعر أبو عناد الأغبس والشيخ أبو شوارب مسعد لاهب والأخ أيوب الفقيه وأحمد الموتي. بسم الله أبدأ يا شاعر. والله إن هذا يهديكم هذه الكلمات من كلماته طبعا بمناسبة الأجواء في أجواء الثمامة. تفضل. والله رحلة سعيدة في ديار الثمامة بالأخوة الطيبين، الأخ أبو تركي من محمد لهب والأخ مشعل القادري والأخ أبو شوارب يعني صديق تعرفنا عليه والنعم فيه، والأخ أيوب الفقيه. وصراحة أجواء يعني حماسية صراحة، يعني مشكورين عليها. ودام ان احنا في الشعر فحبينا ان احنا نهديكم أبيات يعني قلنا فيها: الليل قلبي في رحاب الثمامة، جلسة وناسة والمشاعر غزيرة، نسعد بجلسة لو نظرنا الغمامة، الليل فرحتنا تعم الجزيرة. ومشعل بن القادري في كلامه يملك محبة في المشاعر كثيرة، وابن الحنق ذاك ماسك زمامه وفر لنا جو ويش جو الأميرة. وابن الحنق ذاك ماسك زمامه وفر لنا جو ويش جو الأميرة. وأيوب ذاك ابن الفقيه في نظامه سوالفه تنفع معه في عبيرة. وابو شوارب والنعم في مقامه يفزع معك لو قد امورك خطيره. قلنا وابو شوارب والنعم في مقامه يفزع معك لو قد امورك خطيره. اشخاص لقيناهم مثال الشهامه، تسعد ولو وضعك بها مستديره. بها جسي نعبر دروب السلامه، نسمر لحتى الشمس تصل كل ديره. صح لسان الشاعر. سلامتكم. صح لسانك ابو عناد. أيضا يعني نكرمكم كمان بقصيدة غزلية. أدري كلكم تحبون الغزل ومنتظرين مني هذا الشيء، فحبينا يعني ما نحرمكم هذا الشيء، فقلنا في إطار هذا الجو الجو ناقص لها غزالة رهيفة، جمدلة الفنجال يا ويل حالي. قولوا لمشعل المشاعر مخيفة، البرد في جو الغزل هد حالي. نبغى حنان لا به محبة لطيفة، العشق دايم حزته وسط بالي. لا شفت به الطيري حكاوي لطيفة، وان شفت ابو تركي يفز ارتجالي. هذا الفقيه ذاك العزوبي نظيفه، قالوا نهوجس قلت انا الجو سالي. يا ابن البحيري لا حروفي كفيفة يكفي نقشناها مع اهل المعالي. صح لسان الشاعر. صاحبتنكم مشكور على هذه القصيدة. تستاهلون يا بعد قلبي. تسلم ربي.